عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عزيزي؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار يا صاحبي؟ الفترة اللي فاتت، الاسبوع اللي فات احنا ما نزلناش حاجة. كان عندي دور برد كده والحمد لله راح، الحمد لله على خير. المهم يا صديقي، كتير جدا يا صديقي العزيز لما بتسمع حد من اصدقائك بيقول لك انا انكسرت، انا حاسس بكسر جوايا، انا مش عارف اعمل اي حاجة. ايه اللي وصلنا لهذه المرحلة؟ بل بالعكس، بتلاقيه بيختفي لعدة ايام، بيقفل على نفسه باب اوضته، بيقعد من 3 ل4 ايام او عدة ايام كتير مش بيكلم حد، مش بيرد على حد، مش بيروح كليته. ايه اللي وصلنا لهذه الهشاشة اللي احنا اقل سبب بيكسرنا دوت؟ ان شاء الله المشكلة ديت اللي هنحاول نحلها مع بعض، وهنتعرض ليها على مدار هذه الحلقة ان شاء الله مع بعض. ديت حلقة من ضمن سلسلة هتتعرض ان شاء الله على القناة، هتكون عدة فيديوهات من 3 ل4 فيديوهات ان شاء الله. هتتعرض هذه السلسلة، هنناقش فيها بعض المشكلات المهمة اللي بتواجه الشباب في الفترة ديت بإذن الله. تنبيه مهم جدا جدا قبل ما نبدأ. هتسمعني على طول بقول مراهقين، طلاب جامعيين مراهقين. طب انت مستغرب، هي مش المفروض سن المراهقة قديما كما كان يقال له اللي هو من سن 13 ل 19 سنة؟ ايوه ده كان قديما. ان العلماء في العهد الحديث قالوا ان سن المراهقة قد يمتد الى سن 25 بل 30 سنة. سن المراهقة مستمر معانا لفترة طويلة. طب ايه اللي خلى سن المراهقة يبقى كبير كده؟ ده برضك اللي هنعرفه من خلال الحلقة. الجيل الحالي، أطلق العلماء على الجيل الحالي اللي هو المعاصر إلى في هذه الفترة بجنريشن زد. طيب مين هم جنريشن زد؟ جنريشن زد اللي هو بيطلق على مواليد من سنة 97 1997 وحتى الآن. لاحظ العلماء والباحثين والمختصين إن الجيل اللي هو جنريشن زد اللي أطلق عليه جنريشن زد، إن هو عند تعرضه لأي مشكلة في حياته أو عند تعرضه لأي موقف حياتي، بالسهل جدا اللي الجيل دوت يقع في المشكلة ديت، أو بالسهل جدا اللي هو ينكسر، لأنه جيل هش وضعيف. جيل هش وضعيف. لذلك في مصطلح تاني أطلق على الجيل دوت بدل جنريشن زد، ده جنريشن زد دوت اللي احنا معروفين بيه، لكن في فئة من هذا الجيل أطلق عليها بجنريشن سنو فالق، جيل رقائق الثلج. ليه أطلق على الجيل دوت بالذات بهذا التسمية؟ ليه ما اتقالش قبل كده؟ أولا يعني إيه رقائق الثلج؟ رقائق الثلج هشة سهلة الانكسار، زي الجيل بتاعنا اللي هو أنا منهم، وأنت برضك يا عزيزي ممكن تكون منهم. الجيل دوت جيل سهل الكسر، بمعنى اللي هو عند تعرضه لأي مشكلة أو لأي ضغط زي رقائق الثلج هينكسر بسهولة، بأقل حاجة هتكسره. جيل الهيكل الخارجي بتاعه ضعيف، الهيكل النفسي بتاعه ضعيف جدا جدا جدا. عشان كده العلماء شبهوه بجيل رقائق الثلج. ولا يجيد هذا الجيل إلا لعب دور الضحية. الجيل بتاعنا ما بيعرفش يعمل حاجة خالص اللي هو يلعب دور الضحية. طول عمرنا بنشوف ناس بيلعبوا دور الضحية. طيب ايه اللي وصلنا للمرحلة ديت؟ ايه اللي وصل الجيل دوت من الشباب للمرحلة ديت؟ وايه اللي خلانا زي ما قلنا عليهم اللي هم جيل مراهقين في الاول؟ ده المراهقين، بل المراهقين زي ما احنا قلنا كده اللي هم ايه، ممكن تلاقيهم طلاب جامعيين والى اخره، بل ممكن كمان ناس متجوزة. طب ليه اللي اتسموا كده؟ وليه برضك هو هش نفسيا للدرجات؟ وليه برضك احنا مش عندنا نفسية بتساعدنا على تحمل المشاق؟ بص يا عزيزي، العلماء لاحظوا ان الجيل دوت بيعرف يعمل حاجتين. الحاجة الأولى وهي إنه يمثل دور الضحية، وده إحنا شاطرين فيه جدا. والحالة التانية أعتقد إحنا أشطر يعني من أي حد فيها برضه، اللي هي التهرب من المسؤوليات. لذلك تم وضع ملازمة بيتر بان. بتقول إيه متلازمة بيتر بان؟ متلازمة بيتر بان بتقول لك الجيل دوت عامة بيتهرب من المسؤوليات والضغوط اللي عليه في الحياتين، وما بيحبش يحط نفسه في أي مشكلة، بيهرب على طول.
بيروح لمنطقة الراحة، يقول لك أنا مش هحط نفسي في مشكلة، أنا مش هحط نفسي في حاجة تعمل لي مشكلة أو ضغط حياتي. بيهرب من الضغوط الحياتية والمسؤوليات اللي عليه. هذه هي متلازمة بيتر بان. مما يجعل هذه الفئة أو هذا الجيل اللي بيمثل أو اللي عنده هذه المتلازمة حمل زائد على المجتمع، لأنه ما عندهوش أساسا الطاقة أو زي ما بنقول كده إيه، ما عندهوش الكتف اللي يقدر يشيل المشاكل الحياتية بتاعته، ما عندهوش الطاقة اللي هو يقدر يوصل لتحمل المسؤوليات. في كام سؤال تم وضعهم من قبل الأخصائيين. هل الصلابة النفسية تربية أم طبيعة؟ وهل الصلابة النفسية أيضا تتغير بتغير الزمان والمكان، تتغير من جيل لآخر؟ عشان نعرف إجابة السؤال دوت إحنا هنرجع كده نبص نرجع لورا شوية. هنرجع نبص على أجدادنا وعلى أبائنا الموجودين حاليا. هل لما كانوا بيتحطوا في مشكلة أو مسؤوليات هل كانوا بيتذمروا زي ما احنا بنعمل؟ هل كانوا بمعنى صحيح بالمعنى الدارج حاليا هل كانوا بيصيحوا زي ما احنا بنعمل؟ لا طبعا، عمرهم ما كانوا بيصيحوا زي ما احنا بنصيح. وبرضك لو جيت بصيت على المشاكل اللي كانت في حياتهم أصعب من مشاكلنا، بل ما كانوش بيشتكوا أساسا. كان في صعوبة في معيشة الحياة، ما كانش فيه التسهيلات اللي موجودة حاليا لينا. كده احنا عرفنا ان المرونة النفسية ما هي إلا تربية بينشأ عليها الإنسان. طيب، ممكن اللي احنا نقسم الناس إلى 3 أقسام: قسم ضعيف، وقسم قوي، وقسم آخر متين غير قابل للكسر. يعني لو جيت بصيت استجابة الشباب والبنات في الفترة ديت لنفس المشكلة أو لمشكلة مثلا كانت موجودة برضك عند أبائهم وأمهاتهم، هتلاقي الاستجابة مختلفة. هتلاقي اللي ممكن أبائهم وأمهاتهم أو أبائنا وأمهاتنا عرفوا يحلوا المشكلة بأبسط الأشياء، أما إحنا ما عرفناش نوصل ليها الحل، بل المشكلة ديت تعبتنا إحنا، بل المشكلة ديت سببت لنا مشكلة أكبر، عقد نفسية أكبر، مع كمان هي نفس المشكلة، هي نفس الفكرة، هي نفس الحل، لكن إحنا ما عرفناش نتصرف معاها صح. هذا هو الاختلاف الأجيال. ده اللي يأكد برضك ان المرونة النفسية ما هي إلا تربية، وده بيرجع للمرونة النفسية، ده بيرجع لمرونة الشخص النفسية، وبيرجع أيضا للقدرة على المقاومة والصبر. شخص صبور، شخص عنده قدرة كده على المقاومة، وشخص قوي زي ما بنقوله كده. طيب انت قاعد بتقول لي مرونة نفسية مرونة نفسية، طب ايه هي أهمية المرونة النفسية؟ عد معايا كده 8 فوائد. شفت؟ مش فايدة واحدة، عد معايا 8 فوائد، مش فايدة واحدة يا عزيزي. 1. المرونة النفسية بتساعدك على تحسين صحتك النفسية والذهنية. 2. تحسن الأداء الإدراكي والمعرفي، تبقى مدرك بكل اللي حواليك وعارف تاخد معرفة أكتر، والكلام ده عندك قابلية اللي انت تتعلم أكتر. 3. اكتبها ديت: النظر للحياة على أنها سلسلة من التحديات لا المشاكل. بص للحياة على أنها سلسلة من التحديات، اللي هي سلسلة من الألغاز، ليست مشكلة، بل الحياة ليست مشكلة أبدا، ما تبصلهاش من الوجهة ديت. الاستقرار في مواجهة الأزمات. يعني إيه الاستقرار في مواجهة الأزمات؟ هتلاقي عندك كده حلم، هتلاقي عندك صبر، هتلاقي عندك اللي انت راجل عارف يتعامل مع الأزمة اللي هو فيها، شاب أو فتاة عارف يتعامل مع الأزمة اللي هو واقع فيها. وقع في أزمة مالية هيعرف يتعامل فيها، وقع في أزمة نفسية هيعرف يتعامل فيها، وقع في أزمة عاطفية هيعرف يتعامل فيها. 6 يا عزيزي: القدرة على الثبات في حالات الضغط المستمر. لما تتحط في ضغط كبير أو مسؤولية كبيرة جدا هتقدر تبقى ثابت، هتقدر تستمر على فترات كبيرة اللي انت تتعامل مع الضغط دوت. بمعنى اللي انت وضعت في شغل لمدة فترة كبيرة كده هتتن في ضغط، زي الدكاترة. اغلب الدكاترة لو ما عندهوش مرونة نفسية، بالذات اللي شغالين في المستشفيات او في الطوارئ او الى اخره، او الممرضين كذلك، مش هيعرف يتعامل مع الناس. مع اول ضغط يعني هيستحمل ضغط يوم 2 هيقع منك، مش هيعرف يكمل معاك. 7.
القدرة على التعافي من الانتكاسات. أي حاجة هتقع فيها وأي مشكلة هتقع فيها وقعدت فيها فترة كبيرة، إذا كان مشكلة مثلا دينية، مثلا فترة كبيرة كنت ملتزم في الصلاة وبعد كده وقعت معرفتش تصلي فترة، أو كنت مش ملتزم أو كنت متقطع، فديت انتكاسة. هتعرف بقى تتعافى ازاي من هذه الانتكاسة؟ ما تخليش الشيطان يضحك عليك. هتعمل ايه؟ لازم يكون عندك مرونة نفسية، لازم انت تتحلى بهذه المرونة علشان تعرف ترجع من هذه الانتكاسة، تعود وتبعد عن 8. أخذ العبرة من الإخفاقات التي تعد فرصا للتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم. كل ما هتقع أكتر كل ما هتتعلم أكتر، وهكذا. لازم أن يكون عندك كده صبر، ولازم أن تتعلم من أخطائك. هذه هي المرونة النفسية وأهميتها في حياتنا. طيب، كيف أتخلى عن الهشاشة النفسية؟ أو إزاي بمعنى صحيح يكون عندي مرونة نفسية؟ واحد كده، أن تتحمل المسؤوليات. يجب عليك أن تكون شخص يقدر يتحمل مسؤولية، لأن تربية النفس على تحمل أخطائها ومواجهة العواقب اللي هتنتج من إثر هذه المواقف دوت أكتر شيء ممكن الحياة تعلمه للإنسان. وهذه العملية، إيه هي العملية بقى؟ عملية تحمل المسؤولية أو عملية المرونة النفسية. تبدأ من إمتى بقى؟ من الصغر. إحنا قلنا هي تربية وليست طبيعة. ركز كده لو كنت مركز في الفقرة اللي فاتت. المرونة النفسية تربية وليست طبيعة. طيب هجيبها إزاي؟ لازم تتحمل المسؤولية زي ما قلت لك. تحمل المسؤولية، هتحمل المسؤولية إزاي؟ من الصغر. يجب أن تكون عندك تحمل مسؤولية من أنت صغير كده، تشيل مسؤوليتك وتبني الثقة داخلك. هذا هي المرونة النفسية، هذه هي المرونة النفسية. لكن سؤال مهم: هل يمكن لضغوطات الحياة أن تجعلنا وأن تقوينا فعلا؟ جاوب على السؤال ده قبل ما احنا نجاوب عليه. وهل فعلا الآلام ممكن أن تجعلنا أفضل؟ وهل المشاكل يمكنها أن تجعلنا نملك مرونة نفسية؟ الإجابة نعم. لأن المشاكل اللي بيتعرض لها الطفل أو الشاب في أي عمر كان وتعرضه لهذه المشاكل هو اللي هيحل المشكلة. مش هنجيب حد يحلها له زي اللي بيحصل دلوقتي. هو اللي هيحل المشكلة. الشاب أو الطفل هو اللي هيحل هذه المشكلة، وبيتعرض لهذه المشكلة بتخليه أقوى، وبتخليه أيضا يواجه المخاوف اللي جواه من المشكلة ديت، تخليه بيطور من مرونته النفسية. وأيضا دوت بيجعله قويا في مواجهة الحياة، بيجعله شخص صلب، شخص متين في بيواجه الحياة. مهما الحياة عطته على دماغه بمعنى صحيح هيخليه راجل صلب، شاب صلب شهم يعرف يواجه هذه الحياة. احنا محتاجين ايه بقى؟ احنا محتاجين حاجتين: الضغوطات الذهنية وأيضا الضغوطات الجسدية. طيب ده ليه؟ من أجل أن نستطيع أن نستمر في هذه الحياة، لأن بدون هذين الشيئين لن نستطيع أن نستمر. خلاص. انت من ساعتها قاعد بتقول لي هشاشة نفسية، ويعني ايه انا هش نفسيا؟ وازاي اعرف انا هش نفسيا عشان اعرف اكمل، يعني عشان اعرف افهمك. بص يا عزيزي، عشان تعرف ان انت شخص هش نفسيا احنا هنتكلم في مثال واحد بس، وده هو اللي يعني ايه مندرج ما بين الشباب شويه، ودوت اللي هو مندرج ما بين هذا الجيل عامه، وهو هنحطه تحت بند تضخيم الألم. أن تضخم المشكلة الصغيرة وتجعلها مشكلة كبيرة. بمعنى أنا وقعت في مشكلة صغيرة، رحت اتصلت بصاحبي، قالوا السلام عليكم، عامل ايه يا فلان؟ والله ده أنا المشكلة 1 2 3. هو يقول لك ده مش مستاهلة، تقول له لا ده مستاهلة، وتكبر الموضوع أكتر، تديله حجم كبير جدا، مش مستاهل. هنا بقى أنت وقعت في الهشة النفسية. أنت مش قادر تحل المشكلة، مشكلة صغيرة تتحل بخطوة، تتحل بفكرة، تتحل بنظرة، تتحل بتفكير. انت وقعت هنا في المشكلة دي، انت وقعت في فخ الهشة النفسية اللي هو تضخيم القلب، لانك هنا انت وصفت الكارثة الصغيرة على انها كارثة كبيرة. المشكلة الصغيرة انت وصفتها انها كارثة كبيرة هتأدي بحياتك،
هتبوظ لك حياتك، هتدمر لك حياتك. التضخيم دوت بيخليك غرقان في شعور التحطيم، مش عارف تعمل اي حاجه، يأس لا نهائي، متدمر الدنيا، حاسس ان الدنيا يعني والعياذ بالله سوداء امامك، كل حاجه راحت. يعني دوت بمعنى دوت اللي لما انت بتضخم الالم فعلا، دوت اللي بيحصل، ده اللي يبقى جواك تحطيم الالم، التحطيم الداخلي والروحي. حرفيا مش بتعرف تعمل اي حاجه، مش بتعرف توصل لاي نقطه مفيده، مش بتعرف توصل لاي حاجه مهمه في حياتك، بسبب انك حطمت نفسك، ضخمت مشكله سهله وخليتها جواك كارثه. نفسك خلاص اقتنعت بالشيء دوت، تشعر بقى بالضياع وفقدان الامل في حل هذه المشكله، وهكذا الى اخره من هذه المشكلات اللي بتحصل عند تضخيم الالم. ما ينفعش ان انت تضخم اي مشكله، دور الاول على الحل بتاعها، شوف حلها ايه، اتصل بكذا حل، قول له انا مشكلتي كذا، روح لشيخ انت واثق فيه، شوف صديق واثق فيه او حد من اصدقائك عندك ثقه فيه، روح قول له المشكله واحد اتنين تلاته، جيب ورقه وقلم وابدا اكتب المشكله، وهكذا، وشوف حل المشكله فين. هتلاقي المشكله الحل بتاعها حاجه من اسبابها. ما تدورش على حاجه سهله وتروح لها، بلاش تهرب من مشكله بمشكله اكبر، هتدمر نفسك لو انت عملت كده. واقدر اقول لك بس كده يا عزيزي، وصلنا لاخر الفيديو. هو ان شاء الله هيكون زي ما قلت لك، هو اكثر من فيديو وليس فيديو واحد، هم هيكونوا اكتر من فيديو ان شاء الله، هنحاول نشتغل عليهم ان شاء الله الفتره اللي جايه. دوت كان اول فيديو فيهم، وهو يعني ان شاء الله يا رب يكون عجبك. وما تنساش طبعا لو الفيديو عجبك ما تنساش تدعي لنا دعوه حلوه. واقدر اقول لك يعني شكرا ليك جدا 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 انك وصلت لغايه هنا، ونتقابل ان شاء الله الفيديو اللي جاي. واخيرا وليس اخرا، ما تنساش اخواتنا في غزه من الدعاء، وان ربنا سبحانه وتعالى يصبرهم ويغفر لهم ويجعل هذا التعب في ميزان حسناتهم. امين امين. السلام عليكم.